السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا؟ بجد بجد بشكركم من قلبي لكل اخ واخت دخلوا اشتركوا في قناتي. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. بجد انا لما بلاقي قناتي كده زادت حد ببقى فرحانة قوي قوي قوي. ربنا كده يديمكم فرحة كده في حياتي يا رب. لو اول مرة طبعا تشوفوا قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. وما تنسوش طبعا تدعموا اختكم باحلى لايك في الدنيا عشان قناتي تكبر باحلى عيلة واحلى اخوات. كلنا بقى كده نخش في الكومنتات. بجد بجد ندعو للحاجة ام محمود، ربنا يديها الصحة والعافية يا رب وطولة العمر وفي حنيتها كده ويبارك في صحتها يا رب، هي والحاج جابر. بس بجد الحاجة ديت طيبة طيبة قوي قوي قوي. والله يعني انا ما شفتش كده. هو في حموات كده بتبقى حنينة وطيبة، يعني الحما الطيبة دي كده بتبقى رزق فعلا. طبعا الفيديو دوت كان نازل على قناة كانت نهال عاملاه، كانت منزلاه على القناة بتاعتهم. فكانت بتقول اللي هي نفسها تاكل حواوشي وان هي زعلانه من ماما من حماتها، يعني ان هم عملوا حواوشي وطرب بقى وشووا واما راحوا الفيلا ومن غير ما تبقى هي موجوده. وهي طبعا هي وحسن بيموتوا كده وبيحبوا قوي قوي الحواوشي اللي الحاجه بتعمله. لان الحاجة يا جماعة بتعمل الحواوشي اللي هو المصري غير الاسكندراني. يعني في اسكندرية بيعملوا عجينة وبيحطوا عليها كده عيش، بس قبل ما يخش الفرن يستوي لا بيحطوا عليه اللحمة ويحطوا عليه رغيف تاني ويدخلوه ايه الفرن يستوي. امال في مصر بيعملوه كده بالعيش اللي هو برده دوت، بيفتحوا الرغيف بس بيكون مستوي عادي يعني زي ما انتوا شايفين كده، للي مش عارف يعني. وبيحشوه لحمه وبيرجعوا بقى ايه يسخنوه كده او يسووه. بس مش عارفه هي اللحمه بتستوى كده جوه منه ولا لا. لا اما بتحطوه على الفحم لا اما بتحطوه على الجريل او بتحطوه في طاسه كده بحبه زيت، او بتحطوه في فرن البوتاجاز. مش عارفه الصراحه، انا ما اكلتوش قبل كده اللي هو الحواوشي المصري دوت. احنا عشان انا قاعده في اسكندريه، فاحنا بنعمله ده دايما الحواوشي بتاعنا اللي هو بالعجينه دوت، اللي احنا بنخبزه العيش بنعملوه بنحطه فيه اللحمه. فكل واحد سبحان الله وكل بلد وليها الطريقة بتاعتها في الأكل. فهو حسن ونهال بيحبوا الطريقة دي للحاجة بتعمل بيها الحواوشي. فطبعا ما كدبوش خبر وراحوا جايين راحوا طبوا على الحاجة والحاج في البيت. والحاجة طبعا قالت لهم أنا عاملة حسابكم وشايلة لكم كفتة ولحمة، هعمل لكم طرب وهعمل لكم كفتة وهعمل لكم حواوشي، يعني اللي انتوا عايزينه. حتى وقعدت تعلم نهال تمسك المنديل ازاي دوت. تجيبيه طبعا من عند الجزار. بتجيبوا طبعا المنديل دوت من عند الجزاره. ما بتجيبي لحمه بتقولوا انا عايزه اللي هو المنديل دوت بتجيبه بتقطعوه بتلفوا فيه خلطه الكفته. يعني بتبقوا عاملين عادي خلطه الكفته بتاعتكم اللي هي اللحمه المفرومه، شوفوا بالبهارات اللي انتوا عايزينها. وبتعملوا صوابع كده هوت كفته بس بتلفوا عليها اللي هو الطرب دوت كده اللي هو المنديل دوت بيبقى كده بالشكل دوت. وبالهنا والشفا. وطبعا قعدوا يشوا بقى زي ما انتوا شايفين في البلكونه عندهم شوايه والناس بقى زمانها شمت الريحه زي ما نيره بتقول والحاجه بتقول. بصوا كانوا كلهم واقفين في البلكونه ايه ومستمتعين بقى بمنظر الدخيره ومنظر الشوي. ونهال طبعا مبسوطة هي وحسن، وهم كانوا فعلا نفسهم في الأكلة دي. فهي بتقول لها كده كده تعملي الأكلة من غير ما تقولي لي. قالت لها مش انتي اللي كنتش عند أبوكي الجمعة اللي فاتت احنا رحنا الفيلا؟ يعني هي نهال مش معترضة، عادي دي فيلتهم ويروحوا فيها في أي وقت. هي كانت معترضة اللي هم شابوا وما أخدوهاش معاها. بتقول لها طب كنتش قولي لي اللي انتي هتشوي وتعملي ده كله وما كنتش رحت عند أبويا وكنت رحت معاكم. عشان تعرفوا بس يا جماعة اللي هي نهال بتروح لأهلها وأهلها بيجولها، يعني مفيش أي خلافات ولا في أي مشاكل بينهم خالص. بس طبعا هم مانعين التصوير، مفيش تصوير بينهم، ولا دول بيظهروا في قناة دول ولا دول بيظهروا في قناة دول. كل واحد مختص
بقناته. انا شايفه كده هو احسن حاجه، عشان محدش يقول للتاني لا انت مستفاد مني، لا انت طلعت على حسابي، لا انت مش عارفه ايه. عارفين يا جماعه الشغل دوت بيبقى دوت يعتبر شغل. اليوتيوب دوت كده بالنسبه لهم هو شغل. فبيبقى يعني الشغل كده هوت او الشركه في اي حاجه بتبقى مش حلوه. لا تحس يعني ايه بيحصل زعل. فولا انت تزعل مني ولا انا ازعل منك، انت في قناتك وانا في قناتي. ومحدش يزعل من حد، ولا حد يقول انت طلعت على حساب حد، ولا حد ايه يقول انت استفدت مني اكتر ما انا استفدت منك. لا بلاش. فهم احسن حاجة الصراحة عيلة حوارات ان هم عاملين خصوصية كل واحد في قناته. يعني هم عيلتهم مع بعضهم يظهروا مع بعض في قنوات بعض، دولت اهل واخوات مع بعض. بس عيلة نهال لوحدهم في قناتهم، وعيلة آلاء لوحدهم في قناتهم. ما يظهروش عندهم ولا هم يظهروا عندهم. دي احسن حاجة والله. يعني الناس اللي كانت شايفة بتقول لا او ليه وعايز ومش عارفة ايه، لا صدقوني كده احسن. الشرك في الحاجة او الشغل مع كده هو بيزعل الناس من بعضيها. فما يبقى كل واحد كده مختص بشغله وبقناته وبحاجته، يبقى خلاص كده محدش هيبقى ليه ايه مثلا فضل على حد، او حد يبقى عامل جميل على حد. لا، يبقى كل واحد طلع بمجهوده وقناته هي اللي طلعته. بس نرجع بقى تاني للأكلة الجميلة للحاجة بصراحة. بجد يا حاجة انتي طيبة قوي وتسلم ايديكي وحنينة. وهي ديت الناس اللي فعلا العقلة بتاعت زمان كده، هو الست العقلة اللي تعرف تحتوي كده مرات ابنها وعيالها. لان خصوصا طبعا نهال بتقول هي وحسن اصغر اتنين في العيلة سنا، ولسه هما طبعا متجوزين. اصغر اتنين في العيله. حتى بتقول الحاجه ام محمود ساعات تتلخبط وتقول لها خدي دي جدك على الحاج جابر اللي هو طبعا ايه حما نهال. يعني هي معتبره نهال، معتبراها زيها زي نيره ورماس ويوسف وزياد، معتبراها فاهمه ايه يعني زي حفيدتها. فاهمين انتوا ازاي؟ فبيبقى حلو قوي اما الحما تحب كده مرات ابنها وتعتبرها زي بنتها زي عيالها. فاهمين يعني؟ بتبقى في اسره كده وترابط وحنيه مع بعضيهم. ربنا يديمها عليهم يا رب يا رب كده، ويفضلوا على طول كده كويسين مع بعضيهم. وهي الصراحه يا جماعه نهال تستاهل كل خير. طيبه وبنت ناس ومحترمه ومتربيه ولسانها جميل وكلامها حلو وبتحب الحاجه. يعني الصراحة على طول نلاقوها بتقول كلام حلو للحاجة وتقول كلام حلو في حق الحاج جابر. يعني هي معتبراهم عيلتها التانية. رخرة اما طلبت حاجة من الحاجة يعني ايه ما تأخرتش ان هي تقوم، مع انهم كانوا شايفاهم رايحين لها بالليل الوقت متأخر. بس الحاجة لا قامت وعملت لها كل اللي هي نفسها فيه. زي ما انتوا شايفين عملت لها حواوشي، وعملت لها كفتة، وعملت لها طرب، وكل دوت على الفحم. بيقول لها اسكندريه كلها اكلت معانا، شمت الريحه. وكمان حطت الكنكه هي بتاعت الشاي. كنكه الشاي حطيتها على الفحم عشان الشاي يستوي كده على نار هاديه عقبال ما ياكلوا بالهنا والشفا طبعا. يعني كانت سهرة حلوة قوي قوي عند الحاجة. ربنا يديمك يا حاجة كده في حياتهم دايما انت والحاج جابر، ولماهم ولما عيالك كده واحفادك جنبك دايما كده يا رب، على طول ما يحرمكوش من لمتكم. وعقبال كده ما محمد حوارات يرجع بالسلامة هو وآلاء ان شاء الله. وآلاء تبقى سليمة كده معافية وخفت وتبقى في احسن حال، وترجع ضحكتها كده تنور وشها. ونشوفوكي بقى كده يا حاجة عاملة عزومة كبيرة ولما عيالك كلها حوالين منك. ويا ريت فعلا يكون محمود موجود معاهم. دي هتبقى اكبر بقى تجمع كده عائلي لعيلة حوارات ما شفناهوش بقالنا فترة. اللي احنا فعلا مفتقدينه بصراحة. يعني احنا كنا فعلا مفتقدين بقالنا فترة طويلة ما شفناش عيلة حوارات كلها كده متجمعة مع بعض، محمود ومحمد وحسن بمراتاتهم بعيالهم. وطبعا يا ريت يا ريت كمان يكون فعلا حسن يقدر يظهر، وتبقى دي برضو كده مفاجأة حلوة قوي قوي على القناة. اما يبقى كلهم كده يظهروا مع بعضيهم وتبقي لميهم كده في عزومة حلوة ان شاء الله، بمناسبة ان آلاء خفت ورجعت احسن من الاول ان شاء الله. واحنا بنقولك تسلم ايدك يا حاجة وتعيشي وتعملي. وانت يا نهال يا نهولة يا قمر يعني خلي بالك من حماتك اكتر واكتر. احنا عارفين انت لسانك حلو وبتحبيها. وديكي عوزتي نفسك في حاجة يعني تاكليها، هي ما تأخرتش وما قصرتش معاكي في حاجة. احنا بنتمنى لك الذرية الصالحة يا رب يا نهال، يكرمك كده بطفل سليم وعافى ان شاء الله.
طبعا دوت كان الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي. ما تنسوش طبعا اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله لكم. ما تنسونيش كده في الدعاء بصلاح الحال ليا وليكم يا رب. وما تنسوش اللايك دوت دعم منكم لاختكم ان قناتي تكبر. ما تنسوش اهم حاجه اللايك. ربنا يصلح حالي وحالكم يا رب. توحشوني واستنوني في فيديو جديد. مع السلامه. سلام.